بقول ودديك بلدي وبرضي مشتاق لها، يا رب يا كريم من كل شر ترعاها. في فصل الخريف ربي باليمال تماها، من كل الغرى تتمنى بس لغياها. فيها جوامع ناس سكونهم وادي، وقت الكرم بالحيل براه بنادي. وإن جيت الشرق ناس كرمهم جانا، من قدت الشمال تلقى المحبة حنانا. من قدت الجنوب عزة ومعاني غنانا، من جيت الوسط بالحيل كمان تلقانا. في فصل الخريف نزرع نحش فوق قبورنا، ونصدر حصاد لعاصمة جمهورنا، ونصدر حصاد لكل الدول عامات، شان خيرات كردفان لكل البشر العامات. عندنا جقلم كوني بساس الغاية، والعنزم قرين دقايا، ومجرسا بينقر في شمال التاية. نحن جوامعة بيوتنا للمساكين تاية، وأيادينا للضعيف عطاية، وسيوفنا للعدو رماية. نحن العز ونحن الغاية، ونحن فضل الخيرات نزاي هي كفاية. بريدك ريد بريدك ريد بريدك يا برعي كل ريد، بريدك ريد بريدك يا برعي كل ريد. بريد الغوص الهلال السامي، بريد الغوص الهلال السامي. هاي بريد وغايتي الله الزريد. يا بشرى للمسلمين ويا سعيدة. مدح الصالحين في كتابه العزيز، قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا على طاعة الله سبحانه وتعالى، واستقاموا على ذكر الله سبحانه وتعالى، واستقاموا على محبة الله سبحانه وتعالى، واستقاموا على
محبة النبي صلى الله عليه وسلم استقاموا على كل أعمال الكفر. لذا الله سبحانه وتعالى مدحهم وقال ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم في حالة الغرغرة. عندما الإنسان يجي للموت الملائكة تجي وتبشروا ببشائر عظيمة جدا جدا من الصالحين، وتقول له ما تخاف وما تحزن، الشيء ما شلق قدام ما تخاف منه، بتصلي ولاك ما تحزن عليهم. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعد الصالحين أن يحفظهم. الله قال يعني في كتابه العزيز وألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الله سبحانه وتعالى وعد الصالحين يحفظهم ويحفظ ذرياتهم ويحفظ أماكنهم. فلذا الملائكة تجي تبشر هذا الرجل الصالح بأنه محفوظ بعناية من عند الله سبحانه وتعالى مكانه، ومحفوظ ذريته بعناية من عند الله سبحانه وتعالى. ذريته بل أتباعه وأحبابه ومريدينه كلهم الذين كانوا على نهجه والذين لم يزالوا على نهجه وصادقين كأبينا شيخ إبراهيم. يعني هذه السنة العظيمة هو سناها هو وكانت لمشايخته. هذا إن دل إنما يدل على صدقه ويدل على طاعته وامتثال أمره لله سبحانه وتعالى وامتثال أمره لمشايخته. وهذه السنة سناه هو، ونحن حضرناه يمكن كذا مرة يعني وشاهدناه في هذه الخلوة المتواضعة إن شاء الله تعالى، وجلست معه وذكر لنا حياة الشيخ جد الشيخ محمد رضي الله وجد الشيخ المختاري، ذكر لنا كثير. أنا والله يمكن ذكر لي كرامة عظيمة جدا جدا، قال لي أنا حضرتها بين الشيخ المختاري والشيخ محمد. منها أنه قال لي مشينا البلاد وأجانا الشيخ المختاري هناك بحيرانه، ومن هناك الشيخ المختاري وقال لي امشوا الحل هناك عشان تعملوا الأكل في انجليزي هناك. قال لي والله يمكن في لحظات أنا جيت عملت الأكل يعني شوف الرجل وطيبته، شوف الرجل وتعامله، شوف الرجل وأخلاقه، يعني في أي مكان هو. يعني مع الشيخ محمد في الزريبة في مقرقير كل واحد ده أخذوا من البلاد هنا عشان يمشي مقرقير يفوز. أبونا الشيخ جدنا الشيخ المختاري ما أخذ أي زبون هو، ما نادى من الناس.